السلام عليكم، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بأفضل الأحوال إن شاء الله وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم إن شاء الله غنحضر معكم بسمنة معمرة بالفرن بحشوة حلوة كتجي غزالة، واحد المذاق روعة ما نقولش لكم عليه، والمذاق غزال كتجي مقرمشة خطيرة في المذاق بصراحة غزالة. نتمنى يا ربي تنال الإعجاب ديالكم. وقبل ما نبداو اليوم إن شاء الله في الوصفة كنتمنى منكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات إن شاء الله. والآن خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. وبالنسبه للمقادير احتاجيت 5 ديال الكؤوس ديال دقيق الفورس اللي يكون نوعيه جيده، وكان كاس ونص ديال الفينو اللي يكون حتى هو نوعيه جيده. ضفت ليهم معلقه كبيره ديال السكر، ضفت قبيصه ديال الملح، واحد ساشي ديال الفاني، وواحد ساشي ديال الخميره ديال الخبز. وبالنسبه للزيت 2 معالق ديال الزيت العادي، ومعلقه ديال الخل. غنضيف لهم واحد ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، غير ساشي وحده، وغنجمع الخليط ديالي بالماء عادي، يعني من الصنبور عادي، وغنجمع العجينه ديالي بهذا الشكل. غادي ندلكها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، غندلكها مزيان كما قلت لكم هكايا حتى تولي لينا عجينه رطبه. انا نوريكم بالضبط كيف خاصها تولي. ندلكوها مزيان كما قلت لكم تقريبا 5 دقائق 6 دقائق بحال هكاك. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما دلكتها 5 ديال الدقائق دلكتها مزيان هكايا، رشه ديال الماء دلكه. المهم بهذا الشكل غناخذ واحد البلاستيكه اللي درت فيها الزيت وغنخليها ترتاح شويه بهذا الشكل. تقريبا خليتها شي ساعه تقريبا، ومن بعد نخدموا بها. المهم هنايا عندي رابعه ديال الكاوكاو اللي غادي نحمرو في الفران. غادي نستعملو كحشوه لهاد المسمنه اللي غنحضر معكم اليوم، حشوه اقتصاديه وسهله. غندخلوه الفران هكا، نشعلو عليه غير من الفوق ونخليوه حتى يتحمر على راحته. هكايا ما تجهدوش عليه العافيه، وتخليوه حتى يتحمر وياخذ هذا اللون الذهبي بهذا الشكل. غادي نخليوه حتى يبرد تماما، وفي هاشوار غادي نطحنوه. نكبو ديك الكميه كامله في الهاشوار، وغادي نطحن هاد الكاوكاو. بصراحه كتجي غزاله بهاد الحشوه، صراحه غزاله كتجي مذاق ديالها غزال. وراه غير كما غتشوفوا حشوه اللي سهله واقتصاديه، راه بسيطه. نطحنو دابا غير نص طحنه، عاد غادي نضيف باقي المكونات اللي غتعرفوا عليهم دابا. كما شفتوا درت لي نص طحنه، غنضيف واحد ساشي ديال الفاني، غير ساشي وحده. غادي نضيف ايضا واحد 4 ديال المعالق ديال السكر. المهم 4 المعالق كيجيو هما هذوك في الحلاوه، بغيتو تنقصوا بغيتو تزيدوا، يعني الحلاوه تتبقى على حسب الذوق. المهم 4 المعالق هكا راه كيجيو هما هذوك. وغنضيف واحد راس معلقه ديال صغيره ديال القرفه كيف ما شفتوا. بهذا الشكل كيف ما شفتوا. من بعد ما طحنتو، راه ما كنطحنوش 100%، يعني هكا بحال دابا غندير العقده كنطحنو مزيان، ولكن راه ما كنطحنوش هكا تيطلق لينا هذاك. المهم تيولي كيتعلق. لا، ضفت 2 معالق ديال المزهر. المهم راه بانت لكم معلقه، انا ضفت معلقه اخرى. المهم قرفه دابا عاد ضفتها، راس معلقه صغيره ديال القرفه. وغنخلط مزيان حتى يدخلوا ليا دوك المكونات مزيان في هذاك كاوكاو. واخر حاجه غنضيفها واحد 3 المعالق كبار ديال العسل. كيف ما شفتوا كما قلت لكم راه حشوه سهله واقتصاديه وغتعجبكم الا جربتوها اكيد. 3 المعالق كيف ما شفتوا ديال العسل، وغادي نخلط الكل جيدا.
وكيف ما شفتوا الحشوه انا راه خليتها هكايا ما معلكاش بزاف باش كفاني في المسمنات هكايا، في يعني يجيني هكا اقتصاديه. الا علقتوها كثرتوا العسل وعلقتوها بزاف بصراحه ما كتجيش اقتصاديه. كما قلت لكم خليوها هكايا بهاد المقادير اللي ذكرت لكم. المهم حنا وجدنا دابا الحشوه غنحطوها على جنب وغنرجعوا لهذيك العجينه اللي خليناها ترتاح. كما قلت لكم تقريبا انا واحد الساعه خليتها. كيف ما كتشوفوا كيف ولات كتولي رخوه. ودابا غنمروا باش نشكلوها على شكل كريات غنقسموها. المهم الكريات تقدروا هكا نتوما اللي كتحكموا في الحجم. انا درتهم هكا صغار باش يجيني التوريق اكثر في المسمنه، يعني يجيوني بزاف ديال الطبقات. المهم حنا حتاجيت الزبده اللي ذوبتها وعندي الزيت باش غادي نخدم. المهم غادي ناخذ اول وحده غندهن بالزيت. ما ديروش الزبده دابا حيت الا درتو الزبده من الاول غادي تقطع لكم العجينه بزاف. غادي نستعنوا غير بالزيت هكايا في سطح العمل وهكا ونسرحوا المسمنه ديالنا على شكل مربع. المهم غندهن بالزبده ديال هكايا بالزبده وغنجمعها على شكل مسمنه عاديه بهذا الشكل على شكل مربع وغنحطها على جنب. غادي ناخذ وحده اخرى وغادي نسرحوها بهذا الشكل على شكل مربع. المهم المسمنه الاولى كما شفتوا ما غادي نديرو فيها والو. غادي ناخذ المسمنه الثانيه بهذا الشكل غنسرحوها كذلك على شكل مربع وغندهن بالزبده. غادي ناخذ ديك اول مسمنه اللي خدمنا ودابا غنحط عليها ديك الحشوه اللي حضرنا بهذا الشكل كنوزعها على هذاك المربع بهذا الشكل كيف كتشوفوا. وغنسد على العجينه دي عفوا على المسمنه بهذا الشكل. وانا كنوريك كما شفتوا كنستعن بالزبده بهذا الشكل كيف كتشوفوا. نتمنى تكون الفكره واضحه. غنعاود نخدم معكم وحده اخرى باش توضح الفكره اكثر. بهذا الشكل غنبسطوها على شكل مربع بهذا الشكل وتبقاو تستعنوا هكا بالزيت في سطح العمل باش تسهل عليكم الخدمه. بهذا الشكل غنبسطوها على شكل مربع وغادي ناخذوا هذوك المسمنات اللي وجدنا، يعني درنا وحده وسط وحده غادي نوضعوها وسط هذاك المربع. من بعد ما غندهن بالزبده بطبيعه الحال غنحط هذيك المسمن غنوضع عليه ديك الحشوه وانا كنوزع هذيك الحشوه على هذاك المربع بهذا الشكل كيف كتشوفوا. وغنسد على المسمنه ديالي بهذا الشكل وتبقاو هكا نتوما كتلفوا وانتم كتستعنوا بالزبده. غنكمل بنفس الكيفيه حتى نسالي الكرات اللي عندي. المهم هنا من بعد ما ساليت الكرات خليت جوج ديال الكرات هادو ما غنستعملش فيهم الحشوه، يعني هادو غنغلفوا بهم هكا المسمنه ديالنا باش نضمنوا ان المسمنه ديالنا ما تخرجش لينا ديك الحشوه منها. كما شفتوا بسطنا المسمنه الاولى وغادي نغلفوا بها المسمنه ديالنا. كما شفتوا كنخليو جوج ديال الكرات ما كنديروش فيهم الحشوه هكا باش نغلفوا بهم المسمنه ديالنا. كما قلت لكم باش تضمنوا هذيك الحشوه ما تخرجش لكم من بعد هكا ملي تكونوا هكا تتقرصوا فيها ولا ملي كتكون هكا تطيب. غندهن بالزبده كما شفتوا ديك اللي كانت الفوق المربع اللي غلفنا عليه كنديروه لتحت وغادي كما غنقولوا غنلمطها مزيان بهذا الشكل كيف كتشوفوا وغنسد عليها بهذا الشكل. نتمنى الفكره تكون واضحه. غادي نغلفها بهذا الشكل مزيان والعجينه راه ما كتعذبش ابدا حقاش العجينه يعني خايده راحتها وهكايا وكتكون رطبه ما كتعذبش في الخدمه ابدا. غادي نحطها في لاطه اللي غادي ندخل في الفرن بهذا الشكل غتشوفوا. غادي نحطها كما قلت لكم في اللاطه اللي غادي نخدم فيها وغنغطيها ونخليها تقريبا واحد 8 دقائق حتى ل 10 دقائق ترتاح باش تجينا ساهله هكا من نكونوا هكايا تنقرصوا فيها ساهله. نغطيوها بلاستيكه باش ما تكونش لينا واحد القشره الفوق.
وهنا من بعد مرت تقريبا شي 10 ديال الدقائق بهذا الشكل. غادي نبسطها على شكل مربع بهذا الشكل. المهم غادي ندهنها بشويه ديال الزيت من الفوق، وغادي نستعن بواحد البلاستيكه هكايا باش ما تقطعش ليا هكا العجينه على الوجه. الطريقه ساهله وبالزربه هكا كتعاونكم في الخدمه، بالزربه كتبسطوها وما كتعذبش. وحتى داك الوجه كما قلت لكم الا بقيتو كتستعملوا باليد ديالكم كتقطع لكم. هذه الطريقه ساهله وبالزربه تبسطوها كما شفتوا. غنبسطها على شكل مربع بهذا الشكل، والعجينه راه ناجحه كما شفتوا. الفقاعات الخير دليل على ذلك. غادي ندهنها هكايا السطح ديال المسمنه ديالي غير بالزبده، بقى لي شويه. المهم الزبده احسن من البيض، كتجي مقرمشه هكا من الفوق. البيض هكا الا دهنتوها به كتكون واحد الطبقه قاصحه هكايا. من الاحسن هكايا كما قلت لكم بالزبده كتجي مقرمشه حتى من الفوق. المهم في هذا الاثناء الفران خاص يكون ديجا شاعل سخون مزيان في الاول، يعني باش تجيكم هكايا مقرمشه ومورقه من الداخل. 10 دقائق الاولى غتزيدوا عليها الفران من الفوق ومن التحت كما قلت لكم تقريبا شي 10 دقائق. من بعد غتنقصوا عليها وتخليوها غير من التحت هكايا، النار تكون من التحت ديالها حتى طيب على راحتها. ومن بعد طلعوها الفوق حتى تاخذ داك اللون الذهبي. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما خرجتها من الفران كتجي مقرمشه، يعني راه واضحه، يعني باينه، يعني هكايا كتجي مقرمشه كامله وغزاله. كيف ما كتشوفوا راه غزاله، يعني القرمشه راها باينه. كما قلت لكم تبعوا غير النصائح اللي قلت لكم في الاول. الفران تشعلوا على 10 دقائق الاولى، تكون النار مجهده من الفوق ومن التحت تقريبا 10 ديال الدقائق. من بعد غتنقصوا عليها كما قلت لكم وتخليوها حتى طيب على راحتها. كما شفتوا انا غندهنها بشويه ديال العسل وغادي نزينها بكاوكاو والكوك. المهم تزيين اختياري، تقدروا تزينوا باش ما راكم تفضلوا. ندهن السطح كامل ديال المسمنه ديالي ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي ديال المسمنه اللي حضرت معكم اليوم بحجم عائلي، كتجي مقرمشه ما نقولش لكم عليها، مقرمشه لدرجه كبيره ومورقه من الداخل. وبهذيك الحشوه ما نقولش لكم عليها كتجي غزاله، وما نقولش لكم على الريحه اللي طالعه دابا حيت مازال سخونه. صراحه غزاله غزاله تستحق تجربه. كما شفتوا يعني راه باينه القرمشه باينه، صراحه راه غزاله، غير جربوها. وإلا عجبتكم وصفه اليوم كما كنقول لكم دائما اشتراككم في القناه كيفرحني وكيشجعني على انني نستمر ان شاء الله. كنتمنى منكم تشتركوا في القناه باش تكبر عائله القناه ان شاء الله. انا وريتها لكم هكا عن قرب باش تبان لكم كيف كتجي. صراحه راه غزاله كيف ما شفتوا، راه بمقادير اقتصاديه، يعني كيف ما شفتوا هكايا ساهلين ما فيهمش يعني كثر التعقيدات. وبالنسبه للحشوه راه تقدروا تستعملوا اللي بغيتو. كما شفتوا هاد الحشوه راه ساهله واقتصاديه، يعني تقدروا تخدموا بها، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، بسيطه، حشوه بسيطه بزاف. نتمنى يا ربي تعجبكم وصفه ديال اليوم وتجربوها. انا غادي نفتح معكم هكايا من الداخل باش تشوفوا كيفاش كتجي، وغنوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي. المهم راه النتيجه ظاهره امامكم، بصراحه راه كتجي زوينه. نتمنى تعجبكم. المهم سمعوا لي هاد القرمشه راه كتجي مقرمشه ديال بصح وغزاله. وما نقولش لكم على الحشوه ديالها، فيها واحد المذاق صراحه عفوا مذاق رائع لا يقاوم. غزاله غزاله. من بعد انا كتعجبني هاد الحشوه، كتعجبني هكايا حلوه وسهله كما قلت لكم، راه اقتصاديه. نتمنى تجربوها. كامله مقرمشه كما شفتوا. ولا عجبتكم وصفة اليوم ما تنسوش تخليوا لي لايك الفيديو وتعاليق محفزة. الى هنا كنقول لكم خليت لكم الراحة الى فيديو قادم ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. واللي عنده شي استفسار على وصفة اليوم ولا وصفة اي وصفة يكفي انه يكتب لي في التعاليق. الى هنا كنقول لكم مع السلامة في امان الله.